بخ. السلام عليكم يا جماعه. لقيت كابتن طارق يحيى وجايب 2 معاه يا جماعه. ايه ده؟ ده مش استوديو يا جماعه، دول قاعدين في عزا، والله قاعدين في عزا ولابسين طرح سودا. دول كانوا عاوزين يشبطوا في الاهلي، باين على وشهم الحزن، باين على وشهم الزعل، باين على وشهم النكد. ايه يا جماعه؟ هو انتوا مش مصريين ولا ايه يا جماعه؟ مش اللي كسب ده اسمه الاهلي المصري؟ امبارح كانت حزن ومأساة على قناه الزمالك بعد فوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا. احنا كده، انت ما بتحبش الخير لاخوك ربنا مش هيكرمك، ربنا مش هيكرمك. حب الخير لاخوك ربنا هيكرمك، لان الاهلي ده اقرب حد، اقرب من الوداد لينا، ابن بلدنا، دم واحد، عرق مصر واحد يا جماعه. امبارح الواحد برضه نفس قناه نادي الزمالك اللي هم ما بيحبوش الخير لاي فريق مصري، بالذات قناه الزمالك واللي بيشتغلوا فيها مفيش مصداقيه عندهم. امبارح كان الحزن مال الاستاد يا جماعه، امبارح كان الكل عاوز ان الاهلي يقع، وفعلا زي ما قال المثل: لا تأسفن الغدر الزمان لطالما رخصت على جثث الاسود كلابه، تبقى الاسود اسود وتبقى الكلاب كلابه. فعلا المثل ده ينطبق على قناه نادي الزمالك والناس اللي بتجيبها اللي هي ما عندهاش مصداقيه. بصراحه يا جماعه خلاص الواحد كره القناه دي. احنا كلنا كمصريين كان نفسنا نبدا صفحه جديده من الاول، نبارك للنادي الاهلي، النادي العظيم اللي بيشرف الكره المصريه، لكن مفيش. الحزن كان ماسكهم كلهم وكان باين على وشهم، وقاعدين يتكلموا برضو على البطوله العربيه اللي هي احسن من افريقيا. بطوله عربيه ايه اللي احسن من افريقيا؟ كفايه ضحك على الدقون، كفايه ضحك على الدقون. احنا مش صغيرين عشان تضحكوا علينا، احنا بنفهم كل حاجه. بطوله افريقيا اللي بتوصل لكاس العالم هي البطوله العربيه، محترف فيها في الاتحاد الدولي يا جماعه، مش معروفه. دي بطوله كده زي بطوله دق الشماسي، واحد يقول لك ايه هنقابل كريستيانو وهنقابل النصر السعودي وهنقابل مش عارف ايه. طيب اخرها هتودينا فين؟ اخرها هتودينا فين؟ اخرها هتودينا على قطر الغرام، قطر الغرام اللي خدنا الاسوان واتعامل معانا غلط في السد العالي مع تماسيح النيل. انتوا نسيتوا؟ لو انتوا ناسيين احنا فاكرين، فما تضحكوش علينا اكتر من كده. عايزين كده حد راجل يطلع على القناه يقول لك مبروك للنادي الاهلي، انت شرفت مصر كلها واحنا كلنا فخورين بالنادي الاهلي. هي دي روح البطل. لو انت فعلا تقول كلمه حق قول الحق، خليك جريء. اللي النادي الاهلي احسن فريق بمورد الله يا جماعه. جمهور الاهلي احترمك والله العظيم، والله العظيم يا جماعه. جمهور الاهلي معظمه حزين على الزمالك، معظمه حزين على الزمالك، ويقول لك يا ريت الزمالك يبقى جنب الاهلي جنبا بجنب عشان نحس بالمتعه ونحس بالاثاره. هو الكره في مصر غير الاهلي والزمالك مين؟ ليه بقى الاهلاويه بيقولوا كده؟ لان ناس محترمين، ناس بتفهم كوره. جمهور الاهلي محترم، اداره الاهلي محترمه. هو ده الفرق يا جماعه. بصراحه الناس عايزين الزمالك يطلع، عكس ما احنا عايزين الاهلي يقع ويتغلب افريقيا وينهار والكلام ده. عشان كده ربنا بيكرمهم، عشان كده ربنا بيكرمهم. هو ده الفرق يا جماعه. اتمنى الخير لاخيك هتاخده، ربنا هيبعت لك الخير. اكون انت عاوز الاهلي يتغلب ربنا هيكسفك، هيخلي الاهلي ياخد كل البطولات. شفت الاهلي كان فين وبقى فين؟ الاهلي اللي كان هيخرج في ماتش الهلال بضربه جزاء لعيب ضيعها من الهلال السوداني وجه من بعيد وكسب المباريات وطلع اوائل المجموعات وخد بطولة افريقيا، عشان نادي بيلعب برجولة، بيلعب بروح الفلنة، بيلعب باسم مصر، بيلعب باسم ناديه. هو ده الفرق بين الاهلي واي فرقة في العالم مش في مصر. بصراحة 11 راجل في الملعب يستاهلوا اكتر من كده. الف مبروك للنادي الاهلي من زملكاوي بيعشق نادي الزمالك وبيحترم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم. ويا ريت احنا زيكم، ويا ريت احنا زيكم. احنا على طول في حرق الدم، جمهور الزمالك على طول في حرق الدم. والله والله من الكاس ده خلاص كاسي.